بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ وبتوفيقه ننتهي. معكم أحمد الشافعي تريدر بشركة تايكون للتداول الأوراق المالية. هنحلل مع بعض النهاردة بعض الأسهم ونشوف الأرقام بتاعتها كمناطق دعوم ومقاومات والترجيح بالنسبة للأسهم إيه، شراء كتريد أو احتفاظ. طيب قبل ما نخش على الأسهم في حاجة بس حابب أنوه عنها بالنسبة للإي جي إكس 30. إحنا ماشيين في منطقة عرضية بقالنا حوالي 4 شهور. عندنا إشارة سلبية إن إحنا طلعنا المرة دي ارتدينا من منطقة ال 16550 لحد قمة أقل من القمة اللي قبل كده. إحنا ارتدينا لحد منطقة ال 17800، وكنا أعلى نقطة قبل كده جبناها كانت 18200. المنطقة اللي فوق دي كون ان المشتري ما يقدرش يطلع ويجيب قمة جديدة ويعمل قمة اقل، ده معناه ان مجهوده بيقل وان البياع هو المسيطر لحد دلوقتي. البياع بدأ يظهر في المؤشر ان هو البياع المشتري مش قادر يطلع، مش قادر يتغلب على البياع، مش قادر يجيب قمم جديدة. ده بتبقى اشارة ضعف، ان يعمل قمة اقل من قمة، دي اشارة ضعف. لما البياع ظهر هنا ونزل تاني في قاع قريب هنا، في قاع صغير هنا ظهر، ده معناه ان المشتري بيحاول او بيعافر ان هو يمسك المؤشر ويطلع من جديد، لكن عمل برضو تاني قمة اقل. يعني لو فتحنا الانترا دي 45 دقيقة هنا اهو، هنلاقي اللي القمة عملها هنا دي، القمة اللي هنا دي 17765. القمة اللي عملها تاني هنا 17650، قمة أقل من قمة. كده معناها إيه؟ كده معناها إن البياع أقوى من المشتري، المشتري مش قادر يسيطر على البياع. طيب في حالة كسر ال 17300 هنستهدف تاني منطقة ال 16600 لحد 16500. القاع اللي تحت ده، كسر القاع اللي تحت ده هتبقى مشكلة كبيرة أوي. فالنظرة لحد دلوقتي بالنسبة لمؤشر الاي جي اكس 30 هي نظرة سلبية. عندنا إشارات سلبية كبيرة إن البياع مش قادر يسيطر على المؤشر. طيب الأسهم في السوق انتقائية، مش معنى كده إن الأسهم كلها وحشة، لا. لو المؤشر وحش ولقيت سهم ماشي عكس المؤشر، دي بتبقى محتاجة مجهود وإن أنت تحاول تتعب وتدور على الأسهم كتير وتحلل كتير. دي معناها إن أول ما المؤشر يشتغل ده أول سهم يطلع كويس. فالسوق انتقائي، مش معنى إن المؤشر وحش يبقى الأسهم كلها وحش. في أسهم عندك كويسة تقدر تشتغل فيها. بس في حاجة قبل ما نخش على تحليل الأسهم، في حاجات عايزك تاخد بالك منها، وانا برضو بقولها قبل ما بقولها لك بقولها لنفسي. ايه هي؟ لو عندك في اشارات سلبية في سهم معين، انت تخش في السهم ده تريده، ما تحتفظش بيه، لمستهدفات عالية. لو عندك سهم بقى داون ترند وفيه اشارة شراء ظهرت، تخش في السهم تريده وما تحتفظش بيه. مع اول منطقة مقاومة بيع الكمية بتاعتك كلها، فضي كميتك كلها. يعني مثلا اشتريت سهم بجنيه ومنطقة البيع بتاعتك من جنيه 5 لحد جنيه 10، فضي كميتك جنيه 5. ليه؟ لأن المفروض إن السهم داون ترند والبياع في أي وقت ممكن يظهر. تمام؟ فما تستناش أعلى منطقة في المقاومة أو منطقة البيع بتاعت السهم. ليه؟ لأن دي منطقة البياع، أنت كده رايح للعدو. فالعدو في أي وقت ممكن يمسكك يديك علقة من غير ما تاخد بالك. تمام؟ فأي إشارة سلبية في أي سهم أو السهم داون ترند على التايم فريم اليومي هي مجرد تريدات مش احتفاظ. تمام؟ متفقين؟ والكلام ده على والله بقوله لنفسي قبل ما اقوله للناس، يعني ان انا امشي عليه قبل ما الناس تمشي عليه. طيب اول سهم معانا هو سهم فوري. تعال نركز في السهم ده واقول لك الارقام بتاعته جت ازاي. اولا في عندي قاع هنا مهم، السهم طلع من اول 5 ل 4 جنيه 35 قرش. بص خلينا نتفق اتفاق. منطقة، يعني مش شرط ان انا اقول لك اقل سعر بالظبط 4.31، اقول لك منطقة ال 4.30. يعني ايه؟ بتبقى احتمالية قرشين فوق او قرشين تحت، عشان بس ايه يبقى الموضوع سهل علينا. لو في رقم مهم ساعتها هنقول. السهم ارتد من منطقة ال 4 جنيه 30 لحد منطقة ال 6 جنيه 6 جنيه وربع. تمام؟ هنا الحتة دي كده 10 على 10، مفيش مشكلة زي الفل. السهم نزل من 6 جنيه وربع لحد منطقة ال 5 جنيه و30 قرش. قبل النزله دي كان في قاع عندي هنا، يعني السهم طلع عمل قاع اعلى من قاع قبل كده، وبعد كده عمل قمه اهي اعلى من قمه كده زي الفل. كون ان البياع، ركز بقى، ينزل يكسر القمه اللي اخترقها المشتري قبل كده
وينزل لحد القاع اللي السهم كان عامله قبل كده. هنا قاع اهو، القاع ده قاع ال 35، كونه يطلع والبياع يفضل ماسك السهم منزله لحد ال 35، دي اشاره سلبيه ان البياع اقوى من المشتري. يبقى انا كده عندي ايه؟ ان السهم اشاراته سلبيه. يبقى انا اخش السهم اسف، تريدات مش اكتر، تريد مش اكتر. جات لك في منطقه شراء كويسه، اشتري كتريده مش اكتر. مع اول شمعه بيع او اول منطقه مقاومه او السهم يكسر الستوب، تلتزم بيهم على طول. حلو. طيب يبقى انا عندي اشاره سلبيه. المشتري بقى هو اللي عليه الدور عند ال 35، جه يمسك السهم ويطلع. بص الطلعه بتاعته طلع لحد 5 جنيه 77 قرش. طلعت الباقي المشتري هنا عمل قمه اهي، القمه دي اقل من القمه اللي قبلها، يبقى البياع هو اللي عمال يبيع والمشتري مش قادر يمسك السهم يطلع لمناطق جديده. خلاص المشتري مجهوده ونفسه بيقطع. نزل تاني، البياع هو اللي بيمسك الورقه بينزل بيبيع بيها. لما جه ينزل، جه عند الترند لاين اللي هنا اللي احنا كنا موصلينه باول قاعين، وارتد من قبلها شويه، طلع لحد 5.72. هنا بقى الارقام تفرق، الاسعار هنا اعلى سعر كان 5.77 اهو، 5.77. هنا السعر اللي بعده 5.72. كده عمل لي قمه اقل من قمه، يعني حتى في التايم فريم الصغير عامل قمه اقل من قمه، والبياع مسيطر على الاخر. طيب كون ان هو يعمل كده، يبقى انا في الورقه دي عندي اشارات سلبيه كتير. طب ال 35 اللي هو ارتد منها قبل كده، هنا 1 وهنا 2 وهنا 3، اشتري عندها ولا لا؟ ده سؤال مهم. بما انك داخل الورقه تريدات، فالكميه بتاعتك لا تتعدى 20%، يعني ده المفروض ان انا مثلا بعمله اهو. باجي اعمل حاجه لطيفه هنا، خلينا نشيل ال 35 دي وخلينا نميز اللون ده. هو الفيديو هيبقى طويل شويه، بس اتمنى يكون كلامي مش ممل. عندي قاع اللي هنا الخمسة، كان قبل قاع مش 35 بالظبط، كان 5.32 الحته دي. القاع اللي هنا بوصله مع القاع اللي هنا. النزله اللي هتحصل هنا دي هي دي مرجح ان اغلاق السهم ما يكسرهاش. يعني السهم بكره مثلا لو نزل بكره اللي هو جلسه يوم الخميس، نزلة السهم ممكن تبقى لحد ال 5 جنيه 27 5 26، يبقى دي منطقة البيع بتاعتي من 5 26 لحد ال 35، ما زودش قرش عن ال 35. يبقى انا منطقة الشراء كتريدة في السهم من 35 لحد 5 26 قرش. لو الجلسة خلصت والسهم اغلاقه اصبح تحت ال 5.26، انا يوم الاحد بعمل ستوب لوس على طول، لان اغلاق السهم في جلسه بكره مهم. يبقى انا عندي منطقه شراء كتريده في السهم من 5 جنيه 26 قرش لحد 35 قرش، وده شراء تريده مش متوسطات ولا انك تشتري السهم لمستهدفات عاليه. ده اول سهم معانا. لما تيجي مناطق البيع هنبقى ننزل فيديو ونشوف مناطق البيع بتاعته فين. احنا حاليا السهم عند مناطق الشراء. طيب السهم اللي بعده سهم بيلتون. اخر مره نزلنا سهم بيلتون وقلنا ان السهم شغال في داون ترند، وفي ارقام معينه حددناها، قلنا امتى نشتغل في السهم. لو ظهرت شمعه شراء كتريده على الانترا دي تايم فريم 15 دقيقه، او لو كان السهم عدى ال 3 جنيه 35 اللي هو اعلى سعر عمله قبل كده قبل ما ينزل ل 3 جنيه تاني، ساعتها بتخش تريده جديده للسهم وبتطلع معاك. طيب تعال نفتح الانترا دي ونشوف احنا عملنا ايه. انا عن نفسي انا نزلته على الجروب بس ما اشتريتوش لنفسي بصراحه. الورق الداون ترند انا ما يعني والريسك عالي ده ما بدخلوش، لكن كارقام بنمشي على الارقام. طيب اول شمعة شراء ظهرت في السهم كانت جلسة اول امبارح، ان هو عمل لي على الانترا داي تايم فريم 5 دقايق قاع اعلى من قاع. حلو. لو حد يفتكر الفيديو الاخير اللي احنا نزلناه، كان عندنا 3 مستويات لمناطق التصحيح. اول منطقه اللي هي كانت 2 جنيه 98، وتاني حاجه 2 87، واخر حاجه 2 76 قرش. طيب دي النزله اللي السهم عملها، وهنا اهو اقل سعر 2.95، بعدها عمل لي سعر اعلى قاع عند منطقه ال 3 جنيه، بعدها عمل لي قاع اعلى عند ال 3 جنيه 4. هنا دي اشاره شراء 3 جنيه و5 قروش. دي كانت اول نقطه شراء من 3 جنيه 5
لحد 3 جنيه 10 قروش دي كانت تريده بناء على القيعان اللي اعلى من بعضها هنا دي كانت تريدة شراء في السهم. مناطق البيع فين؟ اقول لك اللي انا عملته بالظبط وبانت ازاي. منطقة البيع بتاعتي حددناها على المقاومة اللي هنا 3.22 هنا اهو. بعنا نص الكمية 3.22. منطقة المقاومة اللي بعدها كانت المفروض 3.35، انا خليتها 3 جنيه 33 قرش. 3.33 كانت باقي الكمية كلها اتباعت، بعناها كلها. السهم طلع وعدى 3.35 قرش، يبقى انا اكبر الفريم، اكبر التايم فريم، عشان كل ما التايم فريم ما بيبقى صغير كل ما الاشارات ما بتبقى غلط. فعايزين حاجه تاكد موضوع الشراء، خصوصا ان انا عندي هنا فوليوم عالي في الاختراق اللي هو 3 جنيه 35. فعايزين نتاكد بقى ان دي فعلا اختراق لتريده جديده مش دخول جديد. في فرق بين دخول جديد وتريده جديده. تريده ان انت ايه، ترجع تاخد الكميه بتاعتك اللي انت اشتريت اللي انت بعتها او نصها لطلعه جديده في السهم. طيب احنا دخلنا بعد كده على تايم فريم. كان التايم فريم اللي احنا اشتغلناه 15 دقيقة. طيب فين بقى ال 15 دقيقة؟ اهو دي شمعة شوتنج ستار هنا اهي. اهي كانت 3.38 هنا اهو. دي اعلى سعر. السهم لما نزل تاني طلع لنفس النقطة 3.38 ما قدرش يعديها، يبقى انا لسه لحد دلوقتي اشارات سلبية. اختراق، بص بقى الشمعة اللي بعدها اختراق ال 3.38 اشارة تريده جديده تخش تشتري على 3.38 قرش. بعد الاختراق تايم فريم 15 دقيقه السهم نزل تاني لحد 3.37. انا كده اشتريت، كده انا اشتريت. طيب التريدات اللي بعدها انا عندي جابس هنا، عندي منطقه جابه هنا. اول منطقه بيع ليا كانت النهارده كانت 3 جنيه 53 قرش لحد 3.55. دي كانت منطقه البيع بتاعتي. لما السهم طلع تاني لحد ال 3 جنيه 3 جنيه حاجه و70 ونزل، عندنا شمعه بيع تاني ظهرت وبعنا تاني على 3 جنيه 63. شمعه البيع اللي بعدها ظهرت فين؟ ان هو قبل كده واخدها وان شوت، طالع طالع طالع. هنا بدأ الفوليوم يزيد فوق، وعندي شموع بدأت تجيب اسعار اقل، يعني بدأت تجيب لوهات اقل من بعضها، ما بدأش يعمل اسعار جديده لفوق تاني. هنا دي تاني شمعة بيع تظهر. طيب اقل سعر هنا كان كام؟ 3.57. كون ان هو يطلع وينزل يكسر 3.57 هنا كده انا التريده بتاعتي بتتقفل على 3.53. يعني بقى انا بعت على 3 مرات. 3.53 دي مرتين، والمره الثالثه على 3.62. بقى انا كده التريده بتاعتي في السهم خلصت. ليه بنعمل كده؟ ما بنحتفظش بالسهم، لان السهم ما زال داون ترند، بجانب ان شمعه النهارده دي شمعه بيع. المفروض دي شمعه شوتنج ستار بحجم تداول عالي، يبقى انا كده عندي بياع ظهر في السهم. دي تريدات السهم. طب شراء جديد في لحد دلوقتي السهم ايجابي؟ لا، يعني انا كده كتريده المفروض انا بره السهم، انا كده زي الفل 10 على 10. ايه الشراء الجديد؟ لما السهم ينزل وتظهر شمعة شراء، غير كده مفيش. ما تشتريش على دعوم. ده رأيي، انا بقول لك الرأي الفني مش اكتر. ليه؟ لان السهم داون ترند وما زال عامل قمم اقل من بعضها وقاعان اقل من بعضها مع اول شمعة تريده ليك، او يعمل قاع اعلى من قاع الانترا دي عشان يبقى عندك قاع مسنود عليه. لو كسر تخرج كستوب لوس ليك وتقفل التريد على طول تشتري. غير كده مفيش اي حاجه قدامي تاني خالص. يعني قبلت ان انا حبيت انوه عنها، ان ما بقولكش خروج انك انت سيد قرارك. انا بقول لك الراي الفني كتحليل بس مش اكتر، والقرار ليك في الاخر. ده كده قبلته. السهم اللي بعده سهم الجيزه العامه. طيب عندي حجم تداول ممتاز النهارده مع اختراق كذا منطقه مقاومه. يعني عندي هنا مقاومه اللي هي 29. بص هقول لك بقى الشراء بيتم ازاي، بس دي بتبقى عايزه خطفه، لان الاسهم ال 70 دي لو ما يلحقهاش خلاص ما تجريش وراه. 29 ونص مقاومه نزل من عندها قبل كده. 29 ونص مقاومه، وعندك هنا منطقه ال 30 6. كون ان السهم يطلع لل 29 ونص وينزل تاني ويعمل البتاع الصغننه الجميله ده هنا بيقول لك ايه؟ ركز معايا علشان انا كده بعمل قاع اعلى من قاع، وعندي ترجيح ان انا اطلع اخترق. فمجرد ما اخترق واحجام التداول بتاعتي تزيد خش اشتريني على طول. هو السهم بيقول لك كده، هو الراجل بيقول لك كده، بس الفكره ان انت تلحق تاخد وتخش تشتري. هنا دخول جديد بقى.
هنا مش تريده، هنا بقى بيبقى عندك دخول جديد، ان انت لو محفظتك كلها تخش بيها في السهم، لو تخش بقى تبيع على مقاومات ماشي، لان في فرق ما بين تريده جديد وما بين دخول جديد. ليه؟ انا هنا السهم اصلا في منطقه قاع، وعندي احجام التداول زادت في اختراق مناطق مقاومه مهمه، خلاص اخش جديد، اخش جديد واخفف على المقاومات بتاعتي واحده واحده، وبعد ما يقلب ترند على التايم فريم الاسبوعي اخش اخد كميتي تاني. ده الفرق ما بين تريد وما بين دخول جديد، من الفرق ما بين كمياتك الكميات بتاعتك. طيب منطقه الشراء بتاعتي كانت باختراق ال 29 ونص، السهم طلع لحد 30 3، كنت متابعه النهارده، ونزل بعد الاختراق لحد 29 3، يعني لو حد متابع هتلاقيه خد الكميه بتاعته تاني على 29 ونص لحد ال 30 قرش. دي مناطق الشراء بتاعتك. عندنا بقى الكلام المهم اللي انا هقوله لك دلوقتي. جلسه بكره بالنسبه للسهم مهمه جدا، المفروض عشان اعرف ان السهم الترند بتاعه مهم وان الطلعه بتاعته هتبقى سريعه ما يقفلش كسعر اغلاق تحت ال 30 ونص. ليه؟ خلينا اشيل لك بتاع الازرق ده، دي اعلى منطقه مقاومه ليا. عشان اعرف ان الترند قوي والطلعه هتبقى سريعه، لما السهم يجي ينزل احجام التداول اولا ما تبقاش عاليه، ثانيا انه هو ما ينزلش يقفل كسعر اغلاق تحت المنطقه اللي المشتري تعب على ما يخترقها، يبقى هنا كده المشتري بيبقى مسيطر، انما اغلاق السهم تحتها بيبقى عندي حاجه من الاتنين، اما ان الفوليوم اللي تحت ده بيبقى فوليوم بيع، او ان المشتري مش هيقدر يطلع طلعات سريعه وقويه. تمام. فجلسة بكرة بالنسبة للسهم مهمة جدا. طبعا عندنا مناطق مقاومة مهمة 32 ونص لحد 34، دي مناطق تخفف فيها، يعني ممكن نقول نص الكمية بتاعتك على الأقل. إعادة شراء بالنسبة للسهم هي من 30 ل 30 ونص، وأهم حاجة كسعر إغلاق السهم ما يقفلش تحت 30 ونص. ده سهم الجيزة وده رأينا فيه. طيب يبقى احنا كده حددنا مناطق الشراء وحددنا مناطق المقاومات، ونشوف بقى الاسبوع الجاي او بكره بعد الجلسه نشوف هيعمل ايه عشان نحدد ان كان السهم قلب ترند ولا لا، لان اختراق منطقه ال 34 ده لو عملها بكره هيبقى في كلام جديد وتحديث جديد للارقام، لان انا عندي ترند لاين هنا مهم، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه وادي خمسه اخترقها، لا هنا في حاجه مهمه جدا في السهم. تمام. ده سهم الجيزه. سهم ليفت سلاب، تعال نبص للسهم اللي مجنن عين اهلي ده. طيب اولا احنا عندنا منطقه مقاومه مهمه جدا اللي هي 27 قرش لحد 27 2، اللي هو كان نزل من عندها قبل كده، هنا ده اعلى سعر بالنسبه للسهم، يعني نقول من 27 قرش بدايه بدايه البياع. طيب دي طبعا كانت منطقه تخفيف ليك. احجام التداول كويسه في الصعود، ونزول احجام التداول قليله، يعني في مشتري في الورقه. السهم عامل قيعان اعلى من بعضها، انا عندك قاع هنا اهو عند 18 3، بعدها قاع اعلى عند 20 قرش، بعدها قاع اعلى عند 21 2. دي اشارات ايجابيه ان المشتري كل شويه متقبل ان هو ياخد باسعار اعلى، فدي بتبقى اشارات كويسه، اشارات شويه اشارات ايجابيه بالنسبه للسهم. طيب امتى تخش تشتري؟ عندنا كذا منطقة شراء. لو انت واحد ما بيحبش يوجع دماغه وعايز يخش ياخد اللقطة على طول ويخرج، ما تشتريش غير بعد اختراق ال 27 2. بعد 27 2 يعني السهم لو نفذ 27 6 دي شراء على طول، بشرط ان هو الجلسة دي اللي يبقى منفذ فيها 27 2 ما يقفلش كسعر اغلاق تحت 27. السهم ساعتها في 3 4 جلسات هيروح نطرك لحد منطقه ال 34 قرش، يبقى انت كده عملت التريده بتاعتك في خلال اسبوع. طب انت واحد عاوز ياخد كميه كويسه مثلا، يعني هتخش بقى جوه المعمعه اللي هنا دي، هتخش جوه المعمعه وتعمل التريدات بتاعتك بفرق 1.5% او 2%، ايه بجزء من الكميه بتاعتك، عشان لو ضربت الستوب لوس بتاعك ما تخرجش بخساره. ده على قدر الامكان، او خسارتك تبقى قليله على قدر الامكان. طيب منطقة الشراء بتاعتنا عندنا ترند لاين هنا صغير، النزلة بتاعت السهم هنا في المنطقة دي هتبقى شراء، يبقى أنا عندي منطقة الشراء بالنسبة للسهم 24 قرش تاني، هي 25 كانت أول منطقة شراء النهاردة، بس دي كانت تريدة لأن في تريدات عملناها امبارح وأول، فخلينا أكلمك على الأسعار بتاعت النهاردة بقى الجديدة لو أنت ما عملتش تريدات. منطقة الشراء بتاعتنا 24 قرش، دي أول منطقة شراء. منطقة الشراء التانية مهمة 22 ونص. السهم لو اغلق تحت ال 22 ده هيبقى ستوب لوس ليك ان انت تخفف كمياتك، لانه هيبقى اول مره يقفل تحت 22 ونص بقاله مده طويله جدا من اول الاختراق اللي تم هنا ده،
وهو ما قفلش تحت ال 22 قرش ابدا. لو قفل عليها، لو قفل 22 قرش كده انت بتخفف كميتك وبتضرب الستوب لوس بتاعك. يبقى انا عندي منطقتين شراء، 24 و22 ونص لحد 22، ولو السهم اغلق 22 قرش يبقى انا بضرب ستوب لوس بتاعي تاني يوم على طول. المقاومات بتاعتي عندنا 25 8 و27 قرش. 27 قرش دي اللي تهمنا، لان اختراق 27 قرش ده دخول جديد، مش تريده جديده تاخد الكميه اللي انت عايزها، ليه تارجت 34 قرش اللي هي المقاومه اللي فوق دي. لو جيت تحسب هنا الحته دي هتلاقي بتديك تارجت 34. سبيد ميديكال، خلينا نحدث ارقام سبيد ميديكال. احنا اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات كان تقريبا اول امبارح، وقلنا احنا عندنا منطقه مهمه جدا، منطقة شراء من 39.2 لحد 36.2. واهم حاجة ان السهم كسعر اغلاق، عشان نقدر نبص ان السهم ايجابي على التايم فريم الاسبوع، ان هو سعر الاغلاق بتاعه يبقى اعلى من 38 قرش. بكره جلسة يوم الخميس، وبكره جلسة مهمة. عندي ترند لاين فوق اهو، ترند لاين هابط. المفروض ان انا كانت المقاومه بتاعتي 42 قرش النهارده، السهم ما جابهاش. يعني المفروض دي انا كنت مجهز نفسي عليها ان انا ايه، ارمي حته كده من الحته اللي انا اشتريتها عند 39 ونص و39، ما جاتش النهارده. طيب الترند لاين اللي فوق ده، بص بمجرد ما طلع له تاني نزل اهو. بص المؤشر المومنتم لما طلع للترند لاين بتاعي نزل من عنده، من عند الحته اللي فوق. انا اللي يهمني في الموضوع مش الفريم اليومي، الفريم الاسبوعي. ركز بقى معايا، مش عايز اشيلها بس ماشي نشيلها نشرحها الاول. السهم لما بيخترق قمه دي بتبقى اشاره ايجابيه ان في مشتري في السهم، مشتري كويس. يعني انا عندي كده مش شرط قاع اعلى من قاع عشان اقدر اقول ان انا ترند اب ترند وقمه اعلى من قمه، لا، مجرد اختراق قمه على طول يبقى انا كده اب ترند. انا عندي القمه هنا اهي اللي هي 43.2 لحد 40 قرش، تم اختراقها هنا اهو، تم الاختراق والسهم طلع لحد 54 قرش اللي هي منطقة المقاومة اللي هنا دي، ونزل من عندها الراجل. أحجام التداول في النزول قليلة، مفيش بياع قوي، البياع مش قوي. أنا أقل سعر عندي، سعر الإغلاق هنا عند منطقة ال 40 قرش. أنا السهم مفترض عشان أقدر أعرف إن السهم مازال إيجابي بكرة، يعني انا كنت قايل قبل كده 38، لا، انا عايز الشمعه دي تبقى بكره بقى في السهم، يعني السهم يبقى قافل 40 قرش. لو السهم قفل 40 قرش الاسبوع الجاي خلاص من المفترض ان السهم يبدا في صعود جديد لحد منطقه ال 50 قرش، ده على التايم فريم الاسبوعي. فجلسه بكره مهمه جدا بالنسبه للسهم، لان كده يبقى السهم نزل اختبر القمه اللي اخترقها هنا قبل كده وما قفلش تحتها كسعر اغلاق، يبقى انا ما عنديش اشاره سلبيه على التايم فريم الاسبوعي ان اخترقنا القمه ونزلنا عليها تاني تيست وما قفلناش تحتها، يبقى انا عندي ترجيح عالي ان السهم يقدر يطلع يخترق القمه بتاعته اللي هو 54 قرش. انما لو السهم قفل تحت 40 قرش، يعني مثلا قفل 39 ونص، السهم مازال اب ترند لكن الترند ضعيف، يعني الطلعه بتاعت السهم مش هتبقى قويه، هتبقى ضعيفه قوي. فجلسه بكره بالنسبه للسهم مهمه جدا. المفروض لو حد عايز يشتري جديد بقى بيستنى لاخر الجلسه خالص. لو السهم كسعر اغلاق 40 فيما فوق دي بتبقى اشاره شراء بناء على السهم على الفريم الاسبوعي. مقاومتك هتبقى عند ال 50 قرش، بجانب ان السهم لو قفل بكره فوق ال 40 قرش هيبقى احنا اخترقنا الترند لاين اللي على المؤشر المومنتم فوق ده، ودايما المؤشرات بتسبق الاسعار تحت كاختراقات. السهم اللي بعد كده سهم السويدي. لو الناس ركزت في اول الكلام اول الفيديو، ما تخليش يا جماعه اسعار يعني تغريكم، اي نعم احنا كبشر بنقع فيها، يعني انا احيانا بنسبه 10 15% بقع فيها، بس بنحاول ان احنا قدر الامكان نقوم من سلوكنا. لما انا مثلا الاقي سهم مثلا المفروض الشارت بتاعه وحش والسهم سلبي وفيه مؤشرات كتير وحشه وعامل قمه اقل من قمه، ولاقي السهم قدامي بيطلع، طب اخش حتى اعمل تريده 1% ولا 2%، حتى اجي افتح الشارت اقول لا لا والله، حتى لو صفر اب قدامي ما اشتريش، لا مش حابب اغامر بصراحه. اجي افتح الشاشه الاقي الورقه عماله تجري وفي طلبات، مش بس في الاساس بتاعنا الشارت. انا الكلام ده انا بقوله لك ليه؟ عشان خاطر سهمي، السهم ده والسهم اللي بعده. سهم السويدي عندي قمه اهي
اقل من قمه، وعندي احتماليه حدوث راس وكتفين. لو السهم كسر 17 ونص خلاص بقيت داون ترند، بقيت داون ترند. افضل شراء ليك في السهم هو السهم اللي قريب، المنطقه اللي قريبه من الستوب. يعني انا اشتري ايه 17 70 لحد 17 ونص، اغلاق السهم تحت 17 ونص خلاص اخرج. ليه؟ ستوب لوس على طول. الورقه هتنزل لحد ال 15 70، ما انزلش انا مع السهم من 17 ونص ل 15 70 يعني. والسهم يبقى داون ترند، اللي هو ايه، ممكن يقعد جلستين يطلع فيهم 2 3%، جلسه واحده ينزل ال 2% دول وينزلهم في 5% جلسه واحده. ده الداون ترند. الكميات في الصعود بتبقى قليله وبالعافيه، وفي النزول بتلاقي البياع ايه يعني متوصي في البيع. تمام. فالسهم طالما عندي اشارات سلبيه خلاص اشارات سلبيه في السهم، ما اشتريش. اشتري تريده مش اكتر، يعني اخش تريده وستوب لوس على طول، او شمعة بيع اضرب على طول، يعني بيع خلاص ببيع. تمام. ف 17 70 لحد 17 ونص دي تريده شراء، مش كميتك كلها. اغلاق السهم تحت 17 ونص كده خلاص سهم خروج، لان انت كده عندك نموذج مكتمل لتارجت تحت. ده سهم السويدي. سهم ام جروب. سهم ام جروب في حاجه ظهرت هنا قدامي، كانت تريدات. المفروض عندي هنا بس هي إيه ده 15، انا كنت فاتح 15 دقيقه، تلاقي جت مكالمه. طب انا عندي هنا منطقه مقاومه في السهم اللي المفروض 6 جنيه 30 قرش. الشمعه دي بصراحه كان قافل فوق 36. السهم المفروض كان يخترق 36 والاغلاق فوقها. انا اتخميت في حاجه زي دي، في اكيد في حاجه جات لي فما خدتش بالي منها، لان انا دخلت شريت 36. ان السهم ينزل تاني فوق وينزل ينزل يعمل فوليوم عالي كده، وينزل نازل يقفل تحت شمعة الاختراق اللي انا كنت شاري عليها اللي هي 26. خلاص بضرب ستوب لوس على طول 26، خلاص على طول 26 اخرج. يعني اشتريت 6 جنيه 30 بعت 6 جنيه 20 ستوب لوس خلاص. ليه؟ لان انا عندي على التايم فريم اليومي الكبير ده احتمالية نموذج راس كتفين. عند قمة هنا اهي، اقل من قمة خلاص بياع اقوى من المشتري، يعني النازله اقوى من الطلعه. انا عندي شراء، انا نزلت السهم ده الفيديو اللي فات، بس احنا بنعيد ليه عليه تاكيد تاني. لو عندي منطقه شراء مهمه واقدر اشتري عليها لان هي قريبه من الستوب لوس من غير هزار، من 65 ل 5 ونص. السهم نزل تحت 5 ونص خلاص اضرب الستوب لوس بتاعي. طب ينفع اشتري قبل كده؟ مفيش اي حاجه قدامي تقدر تشتري بناء عليها قبل كده، مفيش. طب انا نازل من فوق لحد تحت، مش شاري ب7 جنيه ولا ب6 جنيه 90، منطقة شراء 5 ونص ل5 60. اغلاق السهم تحت 5، كسر ال5 ونص خروج خلاص. يعني السهم لو نزل 5 ونص تنفيذ كده واحجام التداول زادت، يا رب تبيع حتى ب5 جنيه و45. انا بقول لك اللي انا بعمله، يعني مش دعوه بقى بحد شاري ب7 ونص ويروح بايع على 5 جنيه ونص ويقول لي احمد شافعي. لا، لان انا بفتح شارت قدامي وبحلل بناء عليه. تمام. فده كسر المنطقة دي هيبقى معايا تارجت لحد 3 جنيه 60 قرش. كسر الخمسة ونص تارجت لحد 63 قرش. ده بالنسبة للسهم. طب هل السهم ينزل ل 63 قرش؟ لا، انا ما قلتش كده. انا قلت كسر الخمسة ونص ينزل ل 63 قرش. عندي منطقة الخمسة ونص ل 65 تريدد شير، يعني نشتري كسرها ستوب لوس، وبتشتري تريده ما تاخدش كميتك كلها. مهم جدا الموضوع ده. تمام. ده سهم ام جروب، وفي احتماليه تكوين راس وكتفين. سهم ابن سينا، انا مش هحلل سهم ابن سينا. انا يعني ام جروب انا 26 دي لقطتها هنا، كنت حاططها ان خدت 2.21 بناء على الاختراق، و2.18. جيت ابيع النهارده بقى 22. يعني ايه ملحقتش، لان كان في شمعة بيع ظهرت امبارح. فالسهم مهم ان انا مش هحلل فيه حاجه، انا بس في كام حاجه كده هقولها، وبكره دي هنتاكد منها. وتحليل السهم زي ما هو كسر 2 5 دي خلاص للاسف، يبقى انت عندك نموذج راس كتفين تارجت ليه 140. حتى لو انت داخل مستثمر كسرها تارجت 140 الا لو ظهرت شمعة شراء قبلها. طيب في حاجه بقى عايز اعرضها. دي الشمعة المفروض كان بناء عليها تم الاختراق. هنا دي اللي انا بناء عليها اشتريت. يعني هنا اختراق تم، اشتريت. انا ما يعني انا تقبلت وقف خسارة على 2 جنيه 16، تقبلته بصراحة.
2.16 و2.13. تقبلت ستوب لوس في الحته دي لان 22 ما جاتليش. طيب الشمعه بص المفروض انا كتحليل فني فوليوم كبير بعد صعود ده بيبقى بيع، فوليوم كبير والسهم ينزل يتداول تحت اللو بتاع الشمعه دي بتبقى شمعه بيع. طيب انا عندي هنا فوليوم كبير اخترق قمه نزل تحتها، دي اشاره سلبيه. ان هو ينزل ليه يقفل كسعر اغلاق تحتها، دي اشاره سلبيه. طيب نزل تحت اللو بتاعها، يعني اللو بتاع الشمعة دي اللي انا بقى ايه اللي هو انت نزلت تحت 2.13، لا كده كتير اوي. طيب دي اللي هو ايه لو انت داخل تريد في الورقة او حاجة متقبل وقف خسارة يعني، اهو دي اشارة سلبية ان انت نزلت تحت اللو. يعني لو حد داخل تريد 2.12 دي كده خلاص، 2.12 2.13 دي كده خلاص. طيب عندي منطقة دعم مهمة 2.8 ل 2.10، دي تاخد فيها وترمي تريدة في قرشين أو 3 قروش، دي تريدة خلاص لو أنت سعرك فوق يعني. شايفين الفوليوم؟ عايز أوصل لكم حاجة، أنا مش بخليك تمل. الفوليوم الكبير ده والشمعة اللي هنا دي والسهم نزل تداول تحتها، يا لهوي يا لهوي، ده هو نفس الوضع في التايم فريم الأسبوعي. فوليوم كبير والسهم نزل تداول تحتها 2 جنيه 22 تحت اللو بتاعها، وفوليوم كبير بعد صعود ده بيع. يعني احيي بالكركديه زي ما بيقولوا. ايه يا حاج ايه يا بيه؟ طيب تحليل السهم ايه؟ لو السهم كسر النيك لاين اللي هنا ده كده السهم ستوب لاس خلاص. ده بناء على التحليل مش جايب حاجه من عندي. اغلاق، وخصوصا لو حجم التداول زاد، بجانب ان في عندي مشكله ان انا عندي عملت قمه اقل من قمه. يعني انا كنت متوقع ان السهم يطلع يعدي 3 جنيه 34 قرش، فده عمل قمة أقل هنا عند الاتنين جنيه وربع. بعد كده كان عامل قمة قبلها 2 جنيه 34. في بياع كده عندي ترجيح كسر. فجلسة بكرة في ابن سينا دي مهمة جدا. كسر 2.5 ده مشكلة، و2.12 لو حد داخل تريد هتبقى خروج. يعني أنا عندي في الجروب في قائمة هتنزل النهاردة، قائمة بيع من ضمنها ابن سينا 2.12. خلاص التريد هتتقفل، أنا داخل تريد. بجانب ان السهم قفل تحت 2 جنيه 12 هنا، يعني ما كانش كسعر اغلاق، ما كانش نزل تحته قبل كده، فدي اشاره سلبيه انا ليا كتريد في الورق مش بحتفظ. انما كسر 2.5 ده ستوب لوس. يعني ايه؟ يعني انا داخل تريده في السهم 2.12 ده هبيعها. طب انا مستثمر ومعايا كميه 2.5 دي، شكرا خلاص كده. استنى بقى ايه شمعة جديدة، قاع اعلى من قاع، قمة يخترقها، الكلام ده كله. ربنا يستر. تابع السهم ده بكرة أثناء الجلسة، شوف هيعمل إيه أثناء الجلسة. طب ده كده أنا خلصت تحليلات الأسهم. أتمنى إن أنا أكون يعني فدتكم. في حاجة مهمة حابب أقولها. في ناس بتقعد تتريق وتخش تقول لي زي واحد كده، يعني أنا ما لا أعيب أحد، يعني اللي هو يقول لي أنت بطيء ومش عارف بتستخدم حاجات قديمة. حاجات قديمة إيه؟ حاجات قديمة ده أنا دخلت على الصفحة بتاعته لقيته عمال يقول في عندي دبل توب ومش عارف إيه. ما انت ما نفس الحاجه اللي انا بعملها يعني، وعمال يقول لي لا ما تستخدمش الحاجات دي. فكلام عام ما حد يعني لو حتى في شغلك او في حياتك العامه ما تخليش اي حد يحبطك باي كلمه. طاء ظه في الناس، في اراء الناس اهم حاجه. ممكن انتقاد ايجابي ماشي، انما انتقاد اللي هو بيهدم بيه ولكنك شايفه هوا معدي من جنبك. امشي على ارقامه وخلي كل واحد واثق في نفسه. وفي حاجة تاني مهمة، مش معنى انا بضرب ستوب لوس كتير على فكرة وبخسر كتير وبكسب، يعني ايه المشكلة؟ ده سوق مال، انت داخل تجارة. يعني الحاج ابراهيم العربي صاحب شيبة العربي، مش عارف محمد العربي، كان بيقول مفيش تاجر بيكسب الا ما بيخسر، لازم يخسر عشان يكسب. تمام؟ فلو ما تقبلتش خسارة يبقى البورصة للأسف مش ليك، مش هتكسب. الموضوع انك تبيع بقى بخسارة عشان انت خايف، دي مشكلة كبيرة. يا نهار ابيض، دي عندي بواجهها في العملاء دي. يجي يعمل ايه؟ مثلا سهم بجنيه، يخاف يشتري بجنيه، نشتري احنا جنيه ونبيع جنيه 5، ينزل لجنيه تاني،
يخاف يشتري بجنيه، نشتري جنيه ونبيع جنيه 3، ينزل لجنيه نشتري، يروح هو شاري، نروح احنا في الجلسه الثالثه نروح ضاربين ستوب لوس على 99 قرش، فيفقد تماما الثقه بنفسه ان هو مش ممكن. لا، هو دخل متاخر في التريد. ما انت لازم انت لازم تخسر، لازم تخرج من سهم وانت خسران، انت لازم تخرج من سهم خسران. يعني ان شاء الله ربنا يعوضكم ويعوضنا، ان شاء الله جلسة بكرة تعدي على خير على الناس كلها. يلا بالتوفيق، مع السلامة، كمان اكون في الدكتور.